الملوخية مين اللي سماها ملوخية؟ لما رحت ادور ايه اصل الحكاية لقيت ورا الحكاية حكاية. الملوخية تسميتها جت من ان كان الملوك في العصر الفاطمي كانوا بيحبوا الملوخية جدا، بعيدا عن الحاكم بأمر الله ده اللي هو حرمها بعدين. وفي نفس الفترة دي كان بيسموا الملوخية الملوكية لان كانت الملوك بيحبوها يعني. ومن هنا جت التسمية لان الناس استسهلت، بقى محدش بقى يقعد يقول لك اعملي ملوكية وبتاع، فالناس بقت بتقول عليها ملوخية. دي حكاية. طب شهقتها بقى. حوار الشهقه ده ايه اللي حصل فيه؟ بيقول لك ان مره واحد من الطباخين اللي كانوا موجودين، كان المفروض في العصر ده ان انت لازم لما الملك يجي ياكل يبقى الاكل جاهز وموجود وسخن. فاللي حصل ان الملك وصل مكان الاكل وما كانش الاكل متقدم، ففي اللحظه دي كانوا الحراس رايحين يقتلوه، فالراجل شهق من الخضه وراحت له الملوخيه، فطلعت الملوخيه حلوه. ومن هنا بقوا ايه بيشهقوا لما يجوا يعملوا الملوخيه عشان حلوه. دي حكايه. لما جينا ندور بقى لقينا ان في حكايه ثانيه وهي الاكثر منطقيه بالنسبه لي، ان كان زمان في البيوت يعني كانت المطابخ بيتربى فيها الحيوانات والماعز والطيور والحاجات اللي زي كده. فكانت ست البيت لما بتيجي تعمل الملوخيه، كانت لما تيجي تجهز الطشه وتحطها على الملوخيه كانت بتشهق عشان مفيش حاجه من الطيور يجي عليها حاجه فتتصاب، فكانت بتشهق عشان تبعد الطيور وبعدين تقوم ايه حاطه الطشه. الحكايه الثالثه بقى والغريبه ان كان بيقول لك ان واحده ست جت تعمل ملوخيه، وهي بتحط الطشه طرطشت عليها، قامت شهقه من الخضه، خافت لجسمها يتصاب، بس طلعت ساعتها حلوه. فقال لك ايه حلوه، يبقى الشهقه بتخلي الملوخيه حلوه. ويلا سلام عليكم.